إسرائيل دولة يعني دخيلة في المنطقة، وكان لها يعني علاقات يعني قوية مع إفريقيا، وكان مدخلها الرئيسي كان البحر الأحمر عبر إثيوبيا، وإثيوبيا لها علاقة يعني مديدة مع إسرائيل مع اليهود، وحتى يعني أكبر يعني قبيلة إثيوبية هي قبيلة أمهرة تدعي أنها من نسل سليمان، بالإضافة إلى وجود يعني الجاليات اليهودية الموجودة هناك الفلاشة، بالإضافة إلى ما تدعيه إثيوبيا أنها يعني في وسط بحر إسلامي كانت دائما تقول، بالإضافة إلى يعني السياسة الخارجية يعني الدول العظمى التي تستخدم إثيوبيا وإسرائيل في المنطقة أيضا. إذا تشابكت مصالح إسرائيل ومصالح الإثيوبيا في المنطقة نفسها، والآن يعني تتجه هذه السياسة وهذه الرؤية كما يتراءى لنا طبعا نحن المثقفين الصوماليين أن يعني إسرائيل لها مصلحة حيوية في البحر الأبيض، في البحر الأحمر أقصد، وهي التي أوحد إلى دولة إريتريا أن تغزو جزر الحنش، والآن تكافح هي وإثيوبيا أيضا ولو من مواقع مختلفة، تكافح من أجل أن تفتت الصومال، تفتت الصومال ليكون البحر الأحمر وخليج عدن غير عربي، وهذا ما تريده إسرائيل.